مين فينا ما بيحبش البليلة وبالذات في الجو اللي احنا فيه ده؟ يلا نعملها مع بعض. هنجيب نص كيلو بليلة، هنكون نقعينها من بالليل في شوية مية. بعد كده هننزل بإزازتين كبار من المية، يعني 2 لتر. وننزل بعد كده بمعلقتين سكر كبار ونقلبهم كويس. وننزل بقى بالبليلة اللي احنا نقعينها من بالليل، ننزل بقى بالكمية كده كلها ونقلبها كويس قوي مع السكر. ونغطيها بقى ونحطها على النار الاول، تكون نار عالية، وبعد كده نوطي عليها لحد ما تبقى معانا بالشكل ده. هنجيب بقى حلة تانية وننزل فيها بلتر من اللبن. هنضيف بقى عليه الحاجات اللي هقولها لكم دي: نص كوباية من السكر، ومعلقة كبيرة من النشا، معلقتين كبار من كريم شانتيه، وهننزل بباكت من الفانيليا هيديها طعم حلو قوي. وهنسخنهم شوية كده على النار، ندفيهم ونعمل الميكس ده. وبعد كده ننزل بقى بيه على البليلة بالشكل ده، ونحطها برضو على النار، على نار هادية لحد ما تتقل شوية. وبعد كده هنصفيها بقى. الطبق ده غالي عندي قوي لانه جايلي هدية من حد غالي برضو عندي قوي، فكنت فرحانة بيه وقلت اول حاجة هعمل فيه طريقة البليلة التحفة دي. زينتها بقى، صبيتها كده في البولة وزينتها، حطيت عليها رشة جوز الهند ورشة من السوداني المجروش. انتي بقى زينيها زي ما انتي عايزة. عايزة تحطي مكسرات اللي انتي بتحبيها، عايزة تحطي جوز هند، عايزة تحطي زبيب، عايزة تحطي الورد المحمدي، ده بيبقى تحفة قوي فيها. جربوها هتعجبكم قوي.